ارجوكي عايزينك لايف لانك انت وحشتينا بجد قوي، وانا زي الهبله اول مره في حياتي استعمل لايف. بس مش هقول زي الهبله، لا انا مش هبله، لا انا مش هبله، انا ست ذكيه محترمه، و انا بس طيبه، وده اللي واضح ان هو غلط جدا في الزمن ده، ان انا ابقى طيبه، ان انا على سجيتي زي الحماره. دخلت السرير، دواء اشتغل معايا، دواء نفسي يا جماعه، دواء نفسي بيدلوخ وبينيم. هقول لكم حاجه، كنت دايما اقولها: اللهم عافينا يا رب، اللهم عافيكم. ودخلت السرير وبكلم الفريندز بتوعي وما خدتش بالي، وكانت مصيبه سودا. نمت وصحيت على فضيحه في انحاء العالم كلها. غادة عبد الرازق بتصور نفسها وعايزه تبين جزء من جسمها. تفتكروا ان انا كنت مستنيه اعمل ده بعد 26 سنه عشره بيني وبينكم، او بعد كل اللي ربنا مديهولي ده والنجاحات؟ اقسم بالله انا ما عارفه اقول ايه. نجحوا ان هم يضايقوني طبعا، نجحوا ان هم يعملوا يعني فرقعة عالمية، كتر خيرهم، حسبي الله ونعم الوكيل. انا بس هقول كلمة واحدة: انا طول عمري ست محترمة وهفضل محترمة، مش عشان غادة عبد الرازق بس، لا، عشان الجمهور اللي انا بحبه، وعشان بنتي روتانا، وعشان احفادي، وعشان انا ست بمثل بلدي اللي هي اهم بلد في العالم غصب عن اي حد في الدنيا، مصر. وبجد انا اسفه، واوعدكم انها مش هتتكرر مني تاني في حياتي على اي صعيد من الاحوال. بجد انا اسفه، يا رب تقبل اعتذاري. ميرسي جدا، انا اسفه. هقفل اللايف دلوقتي، تصبحوا على خير.